اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من بودكاست يا نعمل ايه. وحشوني جدا. ممكن تكونوا بتوندر انا غايب بقالي فتره ليه، even though انا مش consistent اصلا. ولكن هجاوبكم واقول لكم ان انا كنت شغال على my dream project، شغال على شورت فيلم من كتابتي واخراجي. وكان ساحلني بشكل مش طبيعي الفترة اللي فاتت. ولكن قبل ما ندخل في أي تفاصيل عشان I have a lot of شاي ليكو، ثيم الحلقة دي هتكون مختلفة شوية، وأتمنى ما تزعجش أي من الأهالي اللي بيفرجوا علينا. أنا هشرب سيجار وأنا بدردش معاكم، وأول لما السيجار يخلص الحلقة تخلص. أنا عموما من عاشقي السيجار، وأنا هولعه بالطريقة التقليدية which is كبريت، واتمنى تولع عشان ما فيش الا كبريتاية واحدة باقي. This will be very embarrassing. Oh yeah, that's the stuff. السيجار بالنسبة لي طريقة اني احتفل بيها باي مايلستونز، حاجة عشان هو مش حاجة يومية، حاجة كل فين وفين، وحاجة غالية فليها قيمة، فليها طقوس معينة. عادة كنت دايما بشرب سيجار مع 2 اصدقائي best friends. my childhood best friend زياد، سو في الجيش دلوقتي. ومصطفى اخويا يعني، وهو متجوز دلوقتي. فسوف اشرب السيجار معاكم، واتمنى لو مرات مصطفى تتفرج عشان I know she is a fan of the podcast ما تسأليش منه. المهم ندخل في موضوع الحلقة. انا كنت شغال على فيلم اسمه سولو A Love Story، بقالي من اول السنة تقريبا، من شهر، ممكن من اخر السنة، كان من اخر 2024. الفيلم ده بيريبريزنت حاجات كتير ليا، بيريبريزنت معنى الحب، بيريبريزنت العلاقات الحلوة والوحشة، وبيريبريزنت حبي للمزيكا. وانا بكتبه انا عدى مثلا على درافتس كتيرة جدا. عارفين لما الحاجة تقعد تتشكل لوحدها؟ فالفيلم ده بالنسبة لي كده، يعني عمري ما خدت درافت وقلت خلاص بس هي دي. لدرجة ان في يوم التصوير، هم كانوا يومين تصوير، في يوم التصوير انا بعمل تغييرات من كتر ما الفيلم is taking its own shape، وانا سايبه take its own shape. مش انا مش متحكم فيه، مش مصر، لا ده انا حاجة معينة لازم تحصل، بيفورم كده لوحده. من احلى التجارب اللي عدت بيها. اي نعم كان ستريسفل جدا، انا بستخطب فيه في مج ميني ماوس. حاجة مش لايقة خالص. بس stuff من اعظم التجارب اللي عدت بيها، تجربة intimate جدا وايموشنال مليئة بالصعوبة. انا مكنتش عارف انام بقالي، الفيلم فضل اسبوعين، يومين تصوير، يوم جمعة وبعدها بريك، ويك اند بريك، وبعدها جمعة اللي بعدها. مش بنام من كتر الافكار. انا في مشهد عايز اصوره بالطريقة دي، عايز اخلي ممثل يعمل كذا، عايز اخرج ده بطريقة فلانية، وتقعد تجيلي افكار واكتب وامسح واكتب وامسح. فمش عارف انام، كواليتي نوم في الارض. بس ومش بس، قبل ما اقول بس يعني، وعديت بمشاكل مش طبيعية انتاج وايز. الفيلم فشخني ماديا، وكرو. فيلم ده مثلا في 2 different مديرين تصوير دي بيز كانوا هيشتغلوا عليه. واحد فكس قبلها بيومين وفشخني جامد، وواحد اشتغل يوم وقرر ان هو لا، انا I am too cool for this film، انا عندي حاجات اجمد، عشان هو بقى معهد السينما بقى وبتاعه وبيشتغل على حاجات صايعة فشخ وكده. الاثنين ironically معهد السينما. and the stereotype of معهد السينما continues to be true للشباب اللي ليها في الفيلم ميكينج. عارف ان سمعة العيال بتوع معهد السينما مش احسن حاجة، شايفين نفسهم دايما.
الله، انا حاسس السيجار هيخلص بسرعه كده، محتاج ابطأ الحلقه تخلص. فعدى مشاكل كتير، كان at some point مش عايز يتعمل من الكاست، حاجات تحصل مع الممثلين، اضطر ادور على ممثلين جداد، ممثله جديده، في كل ديبارتمنتس، انتاج، كرو، كاست. ولكن الحمد لله عملت الفيلم، ومعرفتش اعمل ده لوحدي، في ناس كتير جدا ساعدتني، هكلم معاكم هقول لكم عليهم. وكده كده في حلقه انا عايز اعملها مع المنتج بتاع الفيلم، انا هو نطلع نتكلم مع بعض عشان لازم. واتفقنا ان شاء الله بعد لما الفيلم يخلص ويتوزع هنعمل برايفت سكريننج، وبعدها هنعمل بودكاست انا هو. برايفت سكريننج دي هحسن فيها بقى الباند اللي كان في الفيلم، صحابي، كرو، اي حد، واي حد عايز يجيب اي حد، يعني فان ايفنت يعني. وسبيشال ثانكس طبعا لسبونسر بودكاست واللي ساعدني جامد في الفيلم، عشماوي. عشماوي هو فاوندر بتاع اورا سبيس، واورا سبيس هم السبونسر بتاع البودكاست دي. اورا بيعملوا ايه؟ هم كوركينج سبيس، بس كرييتيف كوركينج سبيس في المعادي، تروح تشتغل، تقعد تتفرج على الفيلم، تخرج مع اصحابك، تلعب بورد جيمز، تطلب اكل، تحضر ايفنتس، ميوزك نايتس، ورك شوبس. المكان فيه كل حاجه وكوزي جدا، تحس ان انت في البيت. كذا حد يقول لي حاسس انا وصلت البيت، ومن كتر ما انا حاسه بيتي، الناس صحابي لما يجوا يسالوا على طول هو حسن فين، فيقول له يعني بحب المكان ده جدا 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 جدا. ربنا ان شاء الله يعني يبارك له اكتر واكتر، هو وعشماوي. وبس نرجع للحلقه. فاستخدمت اورا سبيس عشان اصور مشهد مهم جدا، ماستر سين بتاعي في الفيلم، وساعدني جامد جدا، وكان كوبريتيف، قال لي بص المكان بتاعك عيش، وخلى الناس اللي شغاله في اورا، محمود وعائشه والناس دي كلها يساعدوني، بولا طبعا. بس فكان يوم لذيذ. ولكن انا بقى عايز اكلمكم على اي نعم كان الموضوع حلو وفان، بس زي ما قلت لكم كان في الجانب المظلم اللي مفيهوش نوم، اللي فيه مشاكل. وده خلاني افكر في حاجه، انه when should you quit حاجه، امتى تتخلى عن حاجه او حد، شغلانه بقى، project، relationship. وانا ما عنديش الاجابه، عشان انا بسال السؤال open ended كده معاكم. الفيلم ده كان يعني اي حد ثاني كان سابه لما كميه المشاكل اللي عدينا بيها. تخيلوا انت هتصور بعد بكره، ومع فجاه مدير التصوير اللي بلان معاه كل حاجه اختفى. طبيعي هتاجل، ما اجلتش، وعرفت الاقي حد تاني وصورت في نفس اليوم، وكان يوم فشيخ، وكان probably احسن بكثير من اللي كان مدير التصوير الاولاني هيعمله لي. ممثله كنت عايزها جدا جدا جدا، حصلت ظروف وما عرفتش تكمل. بعد لما عملنا بروفات ومش عارف ايه، طبيعي هبقى لا، انا مش قادر اتخيل الفيلم غير الممثله دي. لا الحمد لله عرفت الاقي واحده اتخيل بيها فيلم جامد جدا، وعملت الدور بطريقه تحفه. طبعا سبيشال شاوت اوت لفهمي، الممثل البطل بتاع فيلمي. الولد ده بحبه جدا، ادى روح للفيلم مش طبيعيه، وما تخيلتش يعني بعد لما شفت اداؤه مفيش حد يقدر يلعب كاركتر يونس زي ما انا كنت متخيل الا هو. بجد ان شاء الله هيبقى حد جامد جدا جدا. بس I don't give a shit دي الحقيقة. اصل ايه اللي هيحصل؟ whatever حد هيليبل بيها او يفكر عني بالطريقة دي او whatever، سواء يعني بنتكلم عن الناس اللي ما تعرفنيش يعني او مش صحابي قوي، قشطه ما يعملوا كده هيعملوا ده في كل الحالات، فمش دي ساعدتهم وبالنسبه لاصحابي هم اوريدي عارفين اللي فيها، فيعني مفيش حاجه قلتها او طلعت مفاجاه بالنسبه لهم. بس اوف على الحلاوه بتاعتك كان نفسي دايما اعرف اتكلم وانا في سجار في بقي مش عارف الناس بتعملها ازاي، بقى اصلا خايف اعضها في مخرج انا مش فاكر اسمه خالص، بس مخرج عظيم يعني، مش فاكر اسمه، بس ادى زي ندوة كده في مهرجان اسكندرية، وقال حاجة عجبتني جدا وانا كنت بعملها، بس لما قالها خلاني مبسوط ان انا بعملها.
قال انه احنا كمخرجين لازم نعيش الحياة عشان نقدر نحكي قصص. كل ما عيشنا اكتر، كل ما اكسبيرينس حاجات مختلفة، بقى عندنا محتوى وبقى عندنا perspective اجدد نقدر نحكي بيه حاجات. ومن الحاجات اللي ادي examples، قال يوم عيش حياة حد بسيط او فقير وتمشى في الشارع وكل اكله بسيطه ومش عارف ايه، وعيش الحياه دي. مش لازم تبقى انت طول الوقت كده في نفسك ومش عارف ايه. ويوم تاني تخليك عيش حياه خليك برنس وعيش حياه مش فاكر الكلمه كده بس بحبها، يعني كلمه لذيذه. عيش حياه elegant كده شويه ملوكيه، اشرب سيجار، روح فاين دايننج، روح مش عارف ايه، وعيش الحياه دي. فمن ساعتها وانا فكره انه يمكن عشان كده بحب برضه السيجارز، انه مش فيش ناس كتير بتشرب سيجاره، ومش عشان هي سوبر اكسبنسيف، يعني دي ب 125 جنيه. وفي سيجار مثلا ب 1000 ونص مثلا. ان شاء الله في يومها يعني لما ابقى واصل للليفل ان ده بالنسبه لي مش تضييع فلوس هبقى اشتريها. لازم يبقى اتشيفمنت كبير صح، يعني ان شاء الله لما فيلم يكسب جايزه في مهرجان ديفنتلي هشتريها. بس فده من الكونسبتس اللي بحبها ليه علاقه بالسيجار. نرجع لمرجوعنا. فعشان كده البودكاست انا حابب قوي فكره انه it's adapting و it's becoming this. اقدر عادي اقعد قدام الكاميرا اتكلم معاكم في اي حاجه، ابديتس عن حياتي، البروجكت اللي انا شغال عليه، حاجه ايفنت حصل في حياتي سواء حلو او وحش، وموف اون مع بعض. ف I like هذا التغيير. وعايز ارجع بقى للفيلم. يعني هي الخم بغلط. باي ذا واي السيجارز محتاجين مش بتاخدوها على صدركم، انتوا بتبف. ده الطريقه الصح يعني شربها. المهم لكل بقى الناس اللي ما كان معايا الفتره اللي فاتت، مش هقدر طبعا اقول اساميكم كلكم عشان اول حاجه مش عايزكم تتغروا. لا بهزر، بس اول حاجه فوري عشان مفيش وقت، انتوا ناس كتير جدا. بس كل واحد فيكم بيتفرج، عارف لو بتتفرجوا، يعني لو مش بتتفرجوا ف I take it back. عارفين قد ايه انتوا ساعدتوني في الفيلم، فين بروسس الحاجات اللي حصلت لي. that breakup was not easy خالص. it's still not easy يعني الحمد لله بقيت فايق اكتر، بقيت objective اكتر، بقيت متقبل الحاجات، بقيت عارف my worth، بقيت عارف ليه الموضوع منجحش، بقيت عارف what I deserve what I don't deserve what I should look for in a partner what كل الحاجات دي وات كلها. yet it's still hard. فكله ساعدني في الحتة دي. و بس والفيلم بجد انا عمري ما فهمت مع يعني ايه اكون مخرج الا لما عملت الفيلم ده. انا عملت فيلمين قبل كده بس كانوا دوكيومنتري، والحمد لله الاتنين راحوا مهرجانات. بس الافلام دول كنت انا لوحدي، انا معايا مثلا مصور بالكتير جدا، انا اللي عامل كل حاجه تانية. very very low production. مدى كنت بدفع يعني budget فيلم مثلا ممكن تكون على بعض 800 جنيه لو حسبت البنزين يعني والاكل اللي اكلته. بس ف الفيلم كان بالنسبه لي ده اكبر برودكشن عملته. رقم كبير يعني مش عايز اقوله، وهو بيقانس بالنسبه للافلام القصيره اللي بكمبيت معاها هي رقم عادي، بس بالنسبه لي رقم كبير كأول مره اصرف الرقم ده على فيلم من جيبي، مش منح مش اي حاجه، بس عشان I had a vision و I believed in it، فلازم اطلعها بالشكل ده، ولازم اصرف على العيد ده، لازم اصرف على الكرو، لازم اصرف على الفيجن عشان تتحقق، على الكاركتر عشان I make it come to life. فالاحساس اللي انا عمري ما حسيته في حياتي قبل كده اني اقول اكشن وايميديتلي انا اتنقلت لعالم تاني، انا مش شايف ولا سامع الا الكادر واللي بيحصل ورا الكادر، في الكادر ورا الكاميرا. بجد مش سامع اي حد بيكلمني ورا، مش سامع اي دوشه هنا، مش سامع ولا شايف الا ده، وسو فوكس، واللي هو I can feel it اللي بيحصل، ومتحمس ومبسوط. و it's so difficult ان ما قبل الاكشن بقى. الحلقه دي دخلت 3 ساعه والسيجار دي لست حبه.
بس اللي عايز اقوله قبل ما اقول اكشن بيبقى فيه مشاكل كتير جدا. مثلا يوم الحفله ده، مش عايز احرق اي حاجه خالص، بس اليوم فيه زي الماستر سين، خلينا نقول الماستر سين. عندي مش عايز اقول كومبارس عشان هم مش كومبارسات، بس هم ناس يعني هم كومبارسات جايين وكأنهم spectators. اني اقول لهم امانج them كلهم، هم عدد من الناس، واقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه. دي كان تريكي اول مره كل الناس at some point. وعندي باند كامله بقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه، وعندي ممثل في النص محتاج يطلع احسن performance، وعندي اغنيه لازم تماتش مش عارف ايه، وعندي اضاءه لازم تبقى ايه، وعندي كاميرا موفمنت معينه عايزها. فكل دول في نفس الوقت was so challenging. كنت at some point خايف، و at some point حاسس ان imposter syndrome بقى kicked in فشخ. ايه الهبل اللي انا وكل شغال بقى مع ناس كلها او مش كلها اغلبها عملت افلام اكتر مني، سواء الرول بتاعهم كان ايه، اشتغلوا على حاجات كبيره، سيزند، بياخدوا فلوس عشان يعملوا الحاجات دي. وحسيت ان انا فرود، انا مش عارف انا ايه اللي انا بعمله. انا وهم شايفيني كده، ولا انا ايه الهبل ده. ومثلا ستيك مثلا ما تعجبنيش وما اعرفش اسيطر قوي على اللي عايز يحصل، فحس ان هو مش عارف I'm losing control. وكأني وكمان المخرج هو رب عمل الفيلم، هو اعلى بوزيشن، فخير المخرج حاسس ان هو not enough او مش عارف يسيطر. خلاص كله اي حد من تحته بقى هيلوز ريسبكت ليه، هيعمل اللي هو عايزه بقى. بس كل ده كان جوه دماغي مش حقيقي. وانس ان طلعت الافكار دي بره دماغي ومش مركز الا مع اللي عايزه يحصل في دماغي، الدنيا went so smooth وكل المشاكل خلصت وطلعت حاجة انا فخور بيها جدا. الفيلم ده مش بيرفكت، يعني انا اوير بيه، عارف انه فيه غلطات، عارف ان كان في حاجات كتير ممكن تبقى احسن، في حاجات انا اللي اضطريت. وده كان فان باي ذا واي، ان انا اكون انا الكاميرا اوبريتور وانا اكون الدي بي بتاع ثاني يوم تصوير، انا اللي انور، انا اللي مش عارف ايه. ممكن تكون inconsistent شويه، ممكن تكون مش اكتر حاجه فشيخه، بس انا فخور بيها جدا عشان ده اول experience، اول مره اعمل حاجه كده. وكله طلع عمل الحاجه بروح، ف whatever it is انا متاكد ان هي تكون حلوه. ف مش عارف ايه مغزى مش عارف ايه مغزى الحلقه دي. هل ان انا اشارككم بس عن يومي او عن البروجكت بتاعي؟ هل انا اكون ترانسبيرنت شويه؟ بس اللي انا عارفه ان كان عمري ما هنسى الاكسبيرينس دي، ولو ده اخر فيلم هعمله في حياتي فانا فخور جدا ان ده اخر فيلم هعمله. ولو ما كسبتش اي جائزه، لو ما راحش اي مهرجان، انا كفايه اني خدت الاكسبيرينس، اني اخرجت الفيلم ده واشتغلت مع الناس دي كلها، ودافن دي حاجه اتعلم منها لا whatever هعمل ايه قدام. وعشان كده ممكن لو عايز ادي مسج او نصيحه، even لو بكره ده، بس بحس ان دايما بقول بكرهه بعمله في الاخر. هي الحاجه اللي دايما نفسكم تعملوها مهما قد ايه ممكن تكوست فلوس، مهما قد ايه صعبه، مهما قد ايه انتوا مش هتعرفوا تعملوها، حاسين كده، please do it. حياتي انا حاسس ان already من دلوقتي حياتي اتغيرت. عمال كنت اقول لماما انه الفتره اللي فاتت دي كلها كنت عايز اسافر بره، اسافر سواء فور فن، فور شغل، فور وات ايفر، والموضوع ما يظبطش. على سفريه الفيزا تاخد وقت كتير فما ينفعش اطلع. على شغل كان اولموست هيجيلي بره مصر بس ما يجيليش. فاقول لها اكيد كل ده بيحصل لسبب. وبعد ما خلصت الفيلم قلت لها انا فهمت ايه السبب ان اعمل الفيلم ده. كنت بره عمري ما كنت هعرف اعمله، ولو كنتش عملته دلوقتي عمري ما كنت هعمله تاني. كان لازم يحصل في الوقت ده. ف whatever انتوا خايفين تعملوه اعملوه. ايه اوحش حاجه ممكن تحصل؟ هتفشل، ما تفشل عادي. هتخسر فلوس بتيجي وتروح. هتخسر الناس بتيجي وتروح جدا. يعني أنا ربنا رزقني بناس الفتره اللي فاتت بدل الناس اللي راحوا الفتره اللي فاتت برضو. فعلا ناس بحبها قوي، ناس God sent. كنت محتاج حاجه فربنا
وصلها لي من غير ما احاول، ما حطيتش effort في الفريندشيبس دي ولا في الناس ولا في العلاقات it just happened بس. وانه عايز اتكلم عن الباشن، بان الفيلم ده انا passionate ليه جدا. حاسس انا سياسي اوي، انا بس كده السيجاره حاطط ايدي كده. مفيش حاجه اسمها passion. let me explain. passion ده وهم الناس بيبيعوه للناس عشان يديلهم امل. الباشن ده احلى حاجه في الحياه، فلازم تلاقي الباشن بتاعك عشان لا. في باشن بس مش هو the only source. الفيلم ده اكتر فيلم انا باشن ليه في حياتي، بس اللي خليني اكمل مش الباشن، خليني اكمل اني عندي فيجن مؤمن بيها، اني عندي حاجه عايز اعملها، اني عندي حاجه متمسك بيها باسناني لا. ومن في ناس كتير جدا عجبها فكره الفيلم وقالوا لي كده. صراحه ما فيش حد قال لي فكره الفيلم وحشه، فمش عارف اقول لكم. وناس قالت لي لا مش هتعرف تعمله، لا. ما عدتش بالصراحه. بس even لو كنت عديت كنت هقول لهم fuck you. لا هعمل فيلم. فما تعتمدوش على الباشن بس عشان بيجي ويروح زي ما الناس وفلوس والصحة بتيجي وتروح. وركزوا على حاجة تخليكم حاسين انتوا fulfilled. حلوة دي. الفيلم خلاني fulfilled. حلقة داخلة نص ساعة والسيجار مش بيخلص. هموت. الفيلم خلاني fulfilled. ليه؟ كحد كان منطفي بقاله almost سنة ونص، شغفه راح في السنة ونص دول، بطل يعمل حاجات كرياتيف، بطل يعمل أفلام، حتى لو مش أفلام يعمل سكتشز. آخري لو اللي هو تنتوف الكرياتيف دي أجيب ستيك أطبخها وأصورها. وعشان جاني اللي بحب أطبخ الستيك فقلت، وبحب التصوير فقلت why not. بس بيجي ويروح. بس ان انت تفقد شغفك وتبقى عايز ترجع سبارك تاني، عايز ترجع حاجة اللي بتخليك حاسس انت عايش. انا حاسس ان انا ما كنتش عايش كده بقالي كتير. لما وانا بعمل فيلم حاسس ان انا في البيك بتاعي، انا حاسس بالباشن بالشغف اللي جوايا. وده ما كانش هيطلع الا لو انا مؤمن بالفكرة اللي انا عايز اعملها، الا لو انا ضحيت بحاجات كتير جدا، ضحيت بفلوس، بوقت. بس كده الصراحة الحاجتين اللي ضحيت بيهم عشان اقدر اعمله. وبروسس الكتابة انا عمري ما كنت فاكر ان انا بعرف اكتب او كنت بحب الكتابة حتى. even though كنت مثلا بكتب love letters، كنت اكتب poetry، كنت for fun كده ليا لصاحبتي whatever. بس هو مش بكتب love letters ليا بس weird ليها يعني. بس لا، لما جيت اكتب الفيلم واعتمدت على وسيلة ان انا هكتب المشاعر، هطلع المشاعر انا حاسسها in the form of كتابة لقصة، in the form of قصة. اكتشفت انا بعرف اكتب، مش احسن حد، ولسه قدامي براكتس كتير جدا وافلام كتير جدا. انا لسه عندي 24 سنة بس. راين كوغلر مخرج سينرز من اعظم افلام اللي شفتها في حياتي. فيلم سينرز ده لو مش عارف اتكلم، لو مفرجتوش عليه روح فرجوا عليه، من اعظم افلام اللي شفتها في حياتي. فيلم اوف ذا يير. عنده 38 سنة دلوقتي. عمل كام فيلم؟ عمل مش فاكر، عمل كريد وهو عنده 28 سنة، وبعدها ايه وهو عنده مش عارف ايه. ففي حاجات بتيجي مع الوقت كده كده. حاسس ان my ideas all over the place، بس انتوا فاهمين قصدي hopefully يعني. محتاج اشرب بس بتاع ده معطشني يوم. ريحة الأوضة بقت سيجار، ماما هتفشخني. اللي عايز اقوله لكم عشان هي فهمتها تسخن جدا، فخلاص انا يعني بنخلص خلاص الحلقة. شوت اوت لكريم. انا probably كل حلقة ممكن اقول كده، بس still I don't mind يعني. من الناس اللي كويسة جدا اللي اعرفها. شوت اوت لعمرو، الناس اللي بحبها جدا برضه. الحمد لله والله الواحد يبقى في نعمة ومش قوي ان هو في نعمة.
يعني الحمد لله عندي ناس الجندي المجهول اللي هو يبقى very supportive، يبقى very كده من غير ما احس بيه. شاطر لدانيال، وحشني الواد ده قوي. مهم عشان ننهي الحلقة وما يجيليش حاجة في صدري بالسيجار دي، اللي عايز اقوله لكم اعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها، عشان كل حاجة هتأند sooner or later، عشان دي سنة الحياة. ف might as well enjoy it while it lasts. ألفوا الأغنية اللي عايزين تألفوها، اكتبوا الفيلم اللي نفسكوا فيه، حتى لو انتوا أول مرة تعملوا حاجة كده. انزل صور حاجة في الشارع كان الناس تصورها، ازرع شجرة ارسم بقرة، ارسم only the OGs will know الريفرنس ده منين. المهم انا محمود عبد العاطي محمد عبد العاطي، ايه محمود دي؟ شوت لمالك هشام برضو. عمال بشغل للناس كلها. وعارفين ايه، انا كمان مبقاش فارق معايا الحلقه تبرفورم قد ايه، قد ما فارق معايا اني اكون عملتها. عشان why the fuck not؟ لو والله لما بجيب 10 فيوز او 10 اشخاص ده رقم كبير. لو جيت حطيت 10 اشخاص في الاوضه ملي ف بس فاهم. كفايه كده عشان مش عايز اكون رخيص اكتر من اللازم. برضو بحب less is more. hopefully ما اكونش طولت عليكم. عيد مبارك النهارده، اول يوم عيد 6/6/2025. الحلقه hopefully انزلها النهارده بالليل. بس الساحل بيقولوا برد، فخدوا جواكت معاكم. spend quality time مع اهلكم، هم مش متبقيين لنا. و اشوفكم في حلقه جديده من بودكاست يا نعمل ايه. باي باي.